تعالوا نحضر مع بعض شنطة الولادة زي ما طلبتوا مني. أول حاجة هنبدأ بيها الحاجات اللي انت هتحتاجيها، وبعد كده هوريكم حاجة البيبي. أول حاجة طبعا هتبقى معاكي الفوطة بتاعتك، بامبرز كبار السن اللي هيلبسوهولك بعد ما تاخدي شاور. بصوا، في مستشفى ممكن هي تديكي واحدة وانت في أوضة العمليات يلبسوها لك، وفي مستشفى تانية ممكن يطلبوا منك ان انت تبقي جايبة اتنين، فانت خدي اتنين معاكي احتياطي، عشان ممكن ياخدوا منك واحدة وانت نازلة أوضة العمليات يلبسوها لك وانت في العمليات، والتانية هيلبسوها لك لما تاخدي الشاور. وطبعا محتاجة الشاور معاكي. كنت واخدة معايا عبايتين، لو انت هتولدي في صيف هتاخدي عبايات صيفي زي كده، لو انت هتولدي في شتاء هتاخدي معاكي غيار شتوي. وحاولي قبل الولاده تخلي كل العبايات اللي تستخدميها في الفتره دي تكون بسوسته زي كده. انا رحت قبل الولاده عملت كل عبايتي اللي هستخدمها في الفتره دي بسوسته. وحاولي برضو العبايه اللي تكوني واخداها معاكي اللي بعد الولاده، بعد ما تطلعي من اوضه العمليات وتاخدي الشاور، تكون غامقه. ما تنسيش طبعا تاخدي معاكي سليبر عشان لما تيجي تقومي تتمشي بعد الشاور. والمشط بتاعك، بصوا انا كنت واخده معايا البندانه السوري دي عشان دي اسهل في اللبس وفي القلع، ما تعسفنيش زي الطرحه. حاولي تاخدي الغيار الداخلي بتاعك يكون حاجه واسعه زي كده عشان تبقى سهله معاكي وقت الرضاعه، ما تاخديش حاجه مقفوله او تاخدي حاجه ضيقه. وفي الجزء اللي تحت برضو تاخدي حاجه تكون مقاس اكبر من اللي انت بتلبسيه بمرتين، علشان خاطر تقدري ترفعيها تبقى فوق اللزقه بتاعه الجرح. وكنت واخده وايبس ليا انا، واخده البادي سبلاش بتاعي. هتحتاجي لما يسمحوا لك بانك تبداي تشربي بانك تبقى معاكي عصير برتقال فريش معمول في البيت او جايباه من محل عصير يكون فريش، وهتاخدي معاكي كوبايات، وهتاخدي معاكي الملين. هتشوفي الدكتور هيكتب لك على اسم ملين اسمه ايه، ممكن يكون مش النوع اللي معايا، ويقول لك هو برده على الجرعه اللي هتحتاجيها. بس عصير البرتقال بجد مهم جدا جدا في اليوم ده، علشان خاطر فيتامين سي هيساعد ان الجرح يلتئم بسرعه، وفي نفس الوقت هو مليان الياف فهيخلي الامعاء تشتغل معاكي بسرعه. هتاخدي معاكي طبعا شاحن موبايلك، ما تنسيهوش عشان في ناس بتبات في المستشفى يوم الولاده، هتبقي محتاجه الشاحن جدا. طبعا ساتر الرضاعه مهم جدا، لان انت ممكن يبقى معاكي اي حد في الغرفه والتمريض هيدخل هيقول لك ان هو عايز يساعدك علشان خاطر تبداي ترضعي اول مره، فعشان ما تبقيش محرجه او اي حاجه لازم يبقى معاكي ساتر الرضاعه. تاني جزء بقى هو الجزء الخاص بالبيبي. بصي، في المستشفى ممكن مستشفى تقول لك احنا هنديله شاور كامل، وفي مستشفيات دلوقتي معظم المستشفيات ما بيدوش شاور للبيبي، هم معاهم جوه بيكون في فوطه معقمه بيلفوها فيه اول ما يخرج، وبيمسحوا له جسمه بشاش علشان خاطر ما يشيلوش الماده اللي هو مولود بيها بتحمي الجلد، فهم ما بيحبوش يدوا له شاور كامل اول يوم الولاده. بس انت هتاخدي معاكي ازازه شاور ويكون حجمها صغير، علشان في معظم المستشفيات مش كلهم طبعا الحاجه دي لما بتدخل غرفه العمليات ما بتخرجش، فانت خدي معاكي ازازه صغيره. وبتاخدي معاكي غيارين للبيبي، لو والده في صيف تاخدي قطعه قط وطقم كامل، السولبيتا اللي بكم بالكوفرته بتاعتها، وبتاخدي طقم تاني كامل، يعني بتاخدي معاكي طقمين للبيبي احتياط. لو والده في صيف زي ما قلنا سولبيتا قط وسولبيتا تانية كامله بالكوفرته بتاعتها، لو والده في شتاء هتزودي عدد القطع على حسب الوقت اللي انت والده فيه. وطبعا معانا الوايبس بتاعته، ومعاكي البامبرز اللي هو بفتحه السره مقاس رقم 1. هتاخدي معاكي 5 وحدات، خليهم معاكي احتياطي، والله استخدمتيهم لان انت ممكن تباتي استخدمتيهم ما استخدمتهمش ينفعوكي بعدين عادي. وتاخدي معاكي طبعا مناديل هتحتاجيها انت والبيبي، والببرونه. بصوا دي بابلز، والحلمه بتاعتها اللي هي الناتشرال دي مش هتشرقوا خالص، لان هم كده كده هيحتاجوا يعملوا له رضعه او 2 لحد ما انت تقدري تقومي ترضعي. زنك اوليف طبعا عشان خاطر لما نيجي نغير له، ومع كل غيار في اول اسبوع بنرش له كحول على السره بتاعته. وما تنسيش تاخدي معاكي الورق اللي هقول لك عليه، انت هتحتاجي معاكي التحاليل بتاعتك اللي الدكتور طالبها منك، بيطلب منك في اخر متابعه بتروحيها بيطلب منك تحاليل، هتاخديها معاكي مطبوعه، ما تاخديهاش على الموبايل عشان المستشفى بتستلمها منك في الريسبشن. وهتاخدي معاكي قسيمه الجواز، صوره بطاقتك انت وجوزك، ودول اللي هتروحوا تسجلوا بيهم البيبي ان شاء الله. قولوا لي في الكومنتات اللي ولدت وقامت بالسلامه سمت ايه، واللي لسه هتقوم بالسلامه ان شاء الله ناويه تسمي ايه. انا سميت مسلم. وما تنسوش اللاف الجميل بتاعكم.